أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المصطفى الأكرم أبو الصديق الزهراء: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما يدور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا واعف عنا وارحمنا إنك أرحم الراحمين. والصبح إذا تنفس أنه لقول رسول كريم. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا دليل الحائرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. تحياتي إلى الجميع إلى الأخوة والأخوات. وشون يقول تحية خاصة، مو يقولون دائما المرأة مضطهدة في المجتمعات العربية وليس الإسلامية. لا يوجد إسلامي. الإسلام لا يأمر إلا بالعدل والإحسان ويساوي بين المرأة والرجل عندما يقول المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، وإلى آخر الآية، صائمين والصائمات. تحية خاصة إذا كان بالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من كمال العدل الإلهي، لأن المرأة ليس عليها الإنفاق بل الرجل هو الذي ملزم بالإنفاق. عندما يقولون الرجال قوامون على النساء، الناس طبعا القرآن يقول الرجال قوامون على، لكن هؤلاء الناس كيف يفسرونه؟ وهذا وتلقاه فد واحد ما عنده التزام لا أخلاقي ولا فقهي ولا مروءة، ويجي يضرب مرته وكذا. يقول ليش تضرب؟ يقول الرجال قوامون على النساء. هذا رجل واحد يقوم يقول له ضرب على أفا على قولة المصري. الله سبحانه وتعالى عندما يقول الرجال قوامون على النساء، كمل الآية: لا تصير مثل جماعة مشاري تقطع بما أنفقوا. والإنفاق يشمل الاقتصاد، الحفاظ، الدفاع، الخلق الرضية. كل هذه الصفات الحميدة يجب أن يكون ذلك هو الإنفاق. بعدين بالحرب المرأة ليس عليها القتال، الرجل هو الذي ملزم أن يدافع. ومن العدل المرأة وإن كانت غنية فلا يجوز للرجل أن يمد يده على مالها. هذا هو العدل الإلهي. على كل تعالوا معنا كي نقرأ على مسامعكم هذا المتداخل الجديد اسمه محمد العنيزي، أعتقد اليانيزي، يمكن هالشكل تجاني، ما هالشكل هو كاتب اليانيزي، يمكن العنيزي. تحياتنا للعشائر العربية وللعنيزة. هذا يقول لي أنت شنو مصلحتك
من خلال كلامك هذا عبر قناتك ليوين نتيجة توصل. هو ما يقول الإمام علي طبعا، يقول علي والصحابة وكلهم بالجنة ذولا. ومعاوية، شوف، معاوية وعلي حكمهم عند الله. طيب أنت خليك بنفسك وانقذ نفسك من الضلال اللي أنت بيه. يتهمني بالضلال. أنت تعرف منو اللي ضال؟ اللي يقول ومن شلون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم أو أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تعرف من الضال؟ الذي حين طلب رسول الله يومها في رزية الخميس ائتوني بكتف ودواء كي أكتب لكم وصية لن تضلوا بعدي. فقام أحد الصحابة الكبار وقال إن الرجل ليهجر، حسبنا كتاب الله. القرآن الكريم يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. وأيضا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يعص شنو لقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يعص الله ورسوله ضل ضلالا بعيدا. ذاك الضال حبيبي اللي قال إن الرجل غلبه الوجع أنه يهجر، ذاك ضل ضلالا بعيدا. هو الذين تبعوا الطلقاء، أبنائين الطلقاء، أولادين الطلقاء، الذين قال فيهم رسول الله في فتح مكة عندما ظفر بهم، سألهم اليوم يوم المرحمة أما خالدكم قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. لكن بإعاز من رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبالمناسبة أمير المؤمنين هذا لقب علي بن أبي طالب وكذب من ادعاها غيره. هو يقول وأنت تعلم علي مع الحق والحق مع علي. على اليوم تصان الحرام، اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرام. هذا أخلاق رسول الله وعلي بن أبي طالب. زين، ترى بعد الذي فعلتموه يا أبو سفيان، يا أبو المؤامرات ومن حولك، ترى ماذا فاعل بكم؟ قالوا ابن عم وأخ كريم. قال سأفعل كما فعل يوسف مع إخوته، اذهبوا أنتم الطلقاء أو إنكم الطلقاء، اليوم لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم فاذهبوا أنتم الطلقاء. طيب، هؤلاء الطلقاء الذي كان رسول الله بإمكانه أن يقتلهم عفى عنهم وكان يعطيهم المؤلفة قلوبهم، وفعلا اللهم لا تشبعهم. أغنياء يأخذون فلوس مثل هذا سوشيال أوفيس هنا.
تلقى الأجانب يجيب أمه يكتب يبكي يقوم يبكي يسوون فد أشياء ما حلوة غير لائقة، نقلوا التخلف كله هنا، وعلموا حتى السويدين على الرشوة. صدق لو ما صدق، علموا السويدين على الرشوة، أو جاي عنده فلوس سووا أزمة سكن، لا إله إلا الله. 9 سنين أنا واقف بالسر اللي حصلت بيت بدلة وأنا صار لي 41 سنة بالبلد، ويجي واحد البارحة جاي ما أدري، على فكرة ما جايين خوب من بلادهم، هو جوي من الخليج، مو خليجيين هم، لا هم من بلاد الشام، يجوا يدعوا على أساس عندهم قضية سياسية وكانت بالخليج عايشة. أكو فقير بسوريا يقدر يركب طيارة يجي لأوروبا، والفقير شفناهم بالمخيمات، نعالات أجلكم الله يخلوا تحت الطباخ، وصار بيهم أمراض خطيرة، لا إله إلا الله، لعنة الله على الظالمين. بلد آمن كان دمروه مثل العراق، جابوا الصديم ومشروع قتال وحاربوا يوميا ويهجم على هذا وذا، بالأخير هجم عليهم وقاموا يبكون عليه، قتلوه وقاموا يبكون عليه. على كل يقول رسول الله: إذا رأيتم معاوية على منبري عقروا بطنه. وفي عالم الرؤيا قال عندما استيقظ رسول الله حزين قال: وجدت بني أمية ينزون على منبري كالقردة، وصل قاموا يربون قردة باش سيدكم يزيدوا. ومعاوية كان عنده كلاب يلبسهم بريسم وتحرير شو اسمه حيوانات عندهم، والعباسيين نفس الشيء، اسود ويلبسوهم مدري شو واكلهم مدري شو، والناس كانوا يعانون من الجوع. وصدام نفس الشيء، كان عنده اسد يسموه استاذ رشيد مدري ما ايش يسموه، ما دامزح، روحوا شوفوا اوروبيين فضحوكم ما خلوكم. على كل يقول لي انت روح خلص نفسك، انت شلك بهالقناة ولوش شنو؟ اول شيء اخي محمد العنيزي، انت مو عربي، انت مو بدوي عشائري، كيف تصف الى صف طليق ذو تاريخ اسود ابن شخص صاغ كل المؤامرات على رسول الله؟ كيف تساوي بين طليق وبين من بني الإسلام بسيفه؟ لا إله إلا الله بالمدد الإلهي، محمد رسول الله بسيف علي ولي الله. كيف تساوي بين من في بدر قتل 35 فارسا وحده، وفي أحد حين فروا رموزك وأسيادك اللي تمجد بهم، الذي قال أحدهم كنت أنزو كالأروى، والثاني أخذها عريضة، والثالث مدري بي وين صار بخر، تساويهم بالذي جاء نداء من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. كيف تساوي بمن في خندق عندما أسيادك بلغ القلوب الحناجر وزاغت الأبصار وظننتم بالله ظنونا، وهو ينادي بكم: يا محمد لقد وحى صوتي بالنداء فيكم، هل من مبارز؟ يا محمد أولم تزعم قتلاك في الجنة وقتلانا في النار؟ أنا اشتقت إلى الجحيم فأرسل إلي
الذين يزعمون يدخلون الجنة كي أعجل بهم. 3 مرات رسول الله يخاطب القوم: من يخرج إلى هذا الكافر وأضمن له الجنة؟ السيادة قالوا إنه عمرو بن عبد الود فارس الجزيرة. من الذي قام؟ قال: أنا له يا رسول الله. من هذا؟ ذلك أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، صرعه في الخندق، صرع عمرو. من الذي صرع مرحب في خيبر عندما ذهب الصحابي الأول أبي بكر كي يفتح الحصن ورجع مهزوما؟ ثاني يوم ذهب الصحابي عمر ورجع ويجبن أصحابه ويجبنونه. حينها قال رسول الله صلى الله عليه وآله: غدا أعطي الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فر. طيب، من الذي في معركة السلاسل؟ طبعا انتم هاي يخفوها عليكم. معركة السلاسل نزلت بآية: والعاديات ضبحا فالموريات غيرا. شلون؟ صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به، إلى آخر الآية. 30,000 واحد. سمي ذات السلاسل، جابهم مقيدين علي بن أبي طالب بعد ما ذهب الأول والثاني، والثالث كان عمرو بن العاص. وبالمناسبة عمرو بن العاص صلى في ذلك المعركة، كان هو يئم أبي بكر الصحابي وعمر الصحابي. إذا كان المعيار اللي يصلي بالناس هو أولى، جئتون بهذا الدليل، لأنه شلون يا من أين لكم أنه الصحابي الأول هو لازم يكون؟ قال صلى بالناس، فابن العاص أولى لأن قبله صلى هو أأم الأول والثاني. ثم أني إذا تقول لي أنت شو بتستفاد؟ أولا أنا ما فتحت هذا القناة للأخذ والرد، لكن أنتم الذين تعديتم عليه. أنا كنت أذكر مناقب علي بن أبي طالب. الآن سأقول لك ما الفائدة من هذا القناة. قال رسول الله: ذكر علي عبادة. فهمت يا خي عنيزي؟ وما ظنك أنت رجل جبان. أنا أعرف بني عنيزة والنعم منكم. أنت مع الشجاع ولا مع الذي يسدل سرواله بالوغى؟ ولا الذي يتكلها كبيرة؟ قال عمر بن العاص إلى سيدكم معاوية: معاوية الفضل، لا تنسلي، وعن مبدأ الحق لا تعدلي. أنا الذي علمتكم كشف سوآتكم أمام الغضنفر المستبسل، ولولاي لكنت كالمرأة التي جالسة في داره تأبى الخروج من الخجل. أنا الذي خلعت الخلافة من حيدر وألبستك إياه كلبس الخاتم في الأنمل. أنسيت حيلتي في الجندل ومحاورة الأشعري حين قلت: الصلاة لازم إلا بحضورك، فانفضوا كالأمل. لا إله إلا الله. قال لهم الصلاة ما يصير بدون معاوية. يقول فانصرفوا كالهمل، يعني مثل الحيوانات. زين، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ العظيم الأفضل.
كم نادى المصطفى في غدير خم من كنت مولاه، وهذا أخي علي ولي، وكم بخبخ شيخك أو أشياخ. والله ما دم عثمان بمنجي لنا، لا إله إلا الله، يوم الحشر يوم يأتي علي معتزا بالإله والمرسل، وأنا وأنت في درك الأسفل من جهنم، الويل لك ثم لي. إن أردت المفاضلة يا ابن هند والاعتزاز، فما كان شلون كفء ابن أبي قحافة الأرذلي، ولا كان عمرو، يعني يقصد عمر بن الخطاب، كفءا له ولا نعثلي. إن أردت المفاضلة فأين الحسام من المنجل، وأين اللآلئ من الفلفل، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين الثرى من الثريا، وأين معاوية من علي. يا خي محمد العنيزي اسمع، وأظنك أنت يعني تحب الأراجيز والبطولة والشجاعة. أنت عربي ولا مو عربي؟ ذلك هو علي بن أبي طالب. فلا تقارن بين من عملها الأذكلي، قال له حينها عملتها الأذكلي. ابن العاص يقول له لولاي لكنت كالمرأة. هذه الخطبة روح اقراها مكان ما، خلي اراويكم قناة هذا الشخص. هذول اللي يجون يحتجون على اساس هم محايدين، كل كلماتهم شوف، معمم صفوي يقول زيارة الحسين افضل، الشيعة الرافضة يقولون لبيك يا حسين. زين طيب، سبحان الله، شاهد متخلف عقليا يرد على الشيعة المشركين. شوف الجامع، شاهدوا كيف الحجاج الإيرانيين وشيعتهم يعكسون السير. معمم صفوي يقول ان الحجاج اولاد نمار. شوف بعدين هنا تقليد حسن، انا ما اريد اكمل، وش كاتب على سيد حسن نصر الله هذا نفسه. من ها هنا اعلم من انت، قل لي من تصاحب اقول لك من انت. نعم انت كسيدك ابن العاص اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر، لكن سيدك ابن العاص أشرف منك لأنه اعترف. يقول علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وبه انقطع الجواب، بآل محمد عرف الصواب وبأبياتهم نزل الكتاب. مو عيب عليك هذا قناتك؟ طيب أنت شو بيجيك تشنع على الروافض والشيعة؟ أنا رجل منصف صدقني، يمكن الحق معك. وأنا من البارحة مقهور لأنه عندما رأيت العواصف عليكم والأمطار، نحن أبناء عمومة، فشوي احترموا أنفسكم ولا تتجاوز على شخص بمستوى شخص ناس له ملايين الناس يحترمونه ويتبعونه. يعني خلي عندك احترام. عند العرب يقول ألف عين لأجل عين تكرمون. خلك هيك يا ولد الحلال. هذا ما أردت أن أقول. أنت تشنع على الشيعة والروافض وأنت لا تعلم ما معنات الشيعة. أنت تشنع على الأنبياء، لأن أول شيعي نوح، من ثم إبراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فأنت لا تكون ضحية جهل هؤلاء المشايخ اللي عندك ومثل الببغاء تردد ما يقولون. أنت ابن عشيرة، احترم نفسك. السيد اللي تقول عليه زميرة ومير، عيب، ها أنتوا الزميرات، أنتوا شفناكم شلون تزمرون وتقلبون أمام أولاد عمل هذا وهذا سيد اسمه سيد عبد الملك، تهربون قدامه.
فعيب، احنا ما نريد نتقاتل، احنا ابناء عمومه. انت تشنع وتبرر لنفسك، لكنه انا لم اشنع عليكم، انتم اضطريتموني الى هذا، لانه مداخلاتكم بدأتم بالسؤال وأنا احترمتكم، لكن شوي شوي ظليتوا شلون يقول لك تستخفون بالمقابل، فاضطريت أن أجلب لكم أو أأتي إليكم من كتبكم ومصادركم وأنا رجل قارئ. فمرتلاخ شوي احترم نفسك ولا تكتب على الناس وتقلد. أنا ما أريد، لا إله إلا الله، يعني بس أنت شوف شلون تقلد وتجيب شخص وتضحك عليه. شوف منو اللي يستحق هذا؟ شنو معناته؟ انت شنو معناته هذا؟ تقدر تجاوبني شنو معناته؟ انت عندك مشكلة ويا اليمن، شو العلاقة بالرجل؟ مثلا انا مو من باب الدفاع، من باب الموضوعية، يعني هذا له انصار، انت من تجرحهم وهو ما راح يشتمون رموزك، بس شتان بين الاثنين. انت ما عندك هكذا رمز، هاي شفناكم على ارض الواقع، ولا بالتاريخ عندك رمز. حتى عندك خالد بن الوليد كان قائدا عسكريا، نعم، لكن شو وبعدين؟ لا اله الا الله. على كل، خلنا نحترم بعضنا يا اخوك. ترى العربي عنده شيم، ولو كنت جاهليا، العرب بالجاهلية كان لهم شيم عيب، يحترمون الشجاع ويحتقرون الجبان. اذهب وانظر إلى الرموز اللي أنت تتبعهم، ولا تقارن رموزك بالإمام علي. الإمام علي قال فيه جبرائيل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. والسنة الأفاضل كلهم يدقون هذا السيف مال الإمام علي. هو أوروبا هسه صار موديل، حتى بنات السويديات يدقون السيف مال الإمام علي. ايش بيك أنت؟ على كل، لا إله إلا الله. هذا ما أردنا نرد على هذا شو اسمه العنيزي. تحياتنا، والله سبحانه وتعالى لا يبركم، يدفع البلاء والقضاء. شوي ارحموا وتكلموا عدل وكونوا مع الله كي يكون الله معكم. عيب كافية صرنا أضحوك لدى العالم. وين احنا جايب لنا وين ماكو رمز يهرب ويشلح شو اسمه يبان عن سوءته ورمزك، وتجي النوبة تتعدى على ناس رمزهم وقف أمام سيدك يزيد قال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. يا أما أنت تكون في معركة صفين، لو رجع التاريخ، مع الغضنفر المستبسلي يقول ابن العاص، يا أما تكون مع ابن العاص وتسلت سروالك وياه، لأنه هو قال: أنا الذي علمتكم كشف سوآتكم، خلاهم يبانون عن سوءته. أنت تقبل تبين عن سوءتك؟ يلا إذا تقبل أنت ويا هؤلاء، حتى ما رد عليه، بس خلك منصف ومرتلخ من تدخل القناة بكى ما تتمسخر على نفسك. القي السلام. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر أن تأتوا البيوت من أبوابها. أنت فشلت في أول خطوة أيها العنيزي. حتى عند البدو العرب يلقون السلام للأسف. على كل، يقول أمير المؤمنين مولى المتقين علي بن أبي طالب: أسد الله الغالب، لا حول ولا قوة. كن في هذه الدنيا عابر سبيل، واترك وراءك أثر جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على حيدرة الكرار، كرار غير فرار.